نعم، وتحولت كافة التغطيات. وهنا سؤال محمد ثروت، كيف يمكن فعلا لأي وسيلة إعلامية أو حتى للإعلاميين العاملين ضمن هذه الوسيلة أن ينتقلوا بين ليلة وضحاها من تمجيد النظام إلى شن هجوم شرس على النظام وأعوانه ورموزه؟ ألا يؤثر ذلك على مصداقية الوسيلة ومصداقية الإعلاميين أنفسهم؟ نعم، هناك عدم مصداقية لدى هؤلاء الإعلاميين. هناك نوع من الانتهازية السياسية، هم يريدون فقط مصالحهم الخاصة، ولذلك فإن الجمعيات العمومية للصحفيين طالبت بطرد رؤساء التحرير الذين لم يستقيلوا من مناصبهم لأنهم وصفوا بالنفاق والتملق والتسبب في تضليل الرأي العام وتشويه صورة ثورة الشباب. وكيف بعد هؤلاء يعملوا لأن يعيدوا مصداقيتهم وأن يعيدوا ثقة المواطن في الشارع على ما ينشروه وما يكتبوه؟ أولا يجب تغيير طريقة اختيار رؤساء التحرير الذين كانوا يعينون من قبل النظام. فعلى أن يتم اختيارهم من بين الكفاءات المتقدمة لأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الصحف. كما يجب مراقبة الميزانيات ومدى الضخ الإعلانات الحكومية لضمان استقلاليتها. من ناحية أخرى عليهم استكتاب كافة الآراء والتيارات وفتح الصحف للمزيد من الحريات وعدم أخذ المواقف المسبقة من الدول. مثلا صحيفة مثل روزا اليوسف كانت تخصص أعدادا كاملة للهجوم على الموقف التركي في بعض الأحيان، ثم أحيانا أخرى تهاجمه، وهكذا. ثم في قطر، ثم في دول في المنطقة كإيران، ثم تستبعد الإسلاميين، ثم تستقطبهم الآن. يعني هذا من عدم لا وجود للمبادئ ضمن عمل هذه الوسائل. هل يمكن القول يعني هل تقصد أنك أو تقصد بأن هذه الوسائل لا تمتلك مبادئ راسخة أو مبادئ يعني على أساسها تعمل؟ بالطبع، لأنها تربط في ظل نظام شمولي منذ أكثر من 60 عاما، هو عمر انقلاب يوليو 52. هذا النظام الشمولي نظام حكم العسكر تسبب في حالة من عقلية عسكرية تهيمن على هذه الصحف. عقلية لا تتمتع بالكفاءات. طيب، هذه العقلية العسكرية الآن موجودة أستاذ محمد، الآن موجودة. يعني هناك الضابط هو رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر. كيف يمكن أن نفهم هذه الازدواجية؟ يعني يراد للإعلام أن يكون حر ويعين على رأسه ضابط تابع للمؤسسة العسكرية. هل يراد للإعلام أن يضبط على إيقاع العسكر أم هي فترة مرحلية لضبط إيقاع العمل؟ أعتقد أن هذا الرجل كان رئيسا للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وهو كفاءة ويتمتع بكفاءة والتعامل مع المدنيين، فهو فترة انتقالية. هو لا يتدخل في المواد الإعلامية، إنما هو يمارس نوع من الانضباط لوجود فساد إداري، فهو يصلح في هذه الفترة الانتقالية القصيرة الفساد الإداري الذي تسبب فيه النظام السابق، ثم يسلم بعد ذلك إدارة الإعلام إلى مدنيين ومتخصصين في الإعلام. لكن يا سيدتي، الأهم من ذلك هو نقابة الصحفيين المصريين، أعرق نقابة في المنطقة. لا توجد كما تعلمين في المنطقة إلا جمعيات، ولا توجد نقابة إلا في مصر منذ أقدم تاريخ. هذه النقابة يجب تخليصها من حالة الفساد، يجب الاعتماد على ميثاق الشرف الصحفي واستقلالية الصحف، يجب إعادة النظر في ملكية الصحف وإلغاء ما يسمى بالمجلس الأعلى للصحافة الذي التابع للسلطة. وهناك دعوات لإلغاء وزارة الإعلام مستقلة. هناك دعوات لإلغاء وزارة الإعلام. فقط أريد أن أتوقف. بالفعل هي تقريبا مجمدة. فقط أريد أن أتوقف مجمدة وغير فاعلة الآن. عند نقطة أثيرت عند تعيين الضابط أو اللواء طارق مهدي رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. قيل بأن، وأنت تحدثت عنها، بأن ثورة يوليو تموز عام 1952 كان معين على رأسها ضابط وهو عبد المنعم سباعي، ولكن ما قد يتوقف عندها بأن عبد المنعم
يوسف السباعي. رئيسا للإذاعة المصرية عبد المنعم السباعي. نعم، لكني أتحدث عن رئيس الإذاعة المصرية عبد المنعم السباعي. قيل بأنه كان يبرر له لأنه كان له ميول فنية، مثلا كتب لأم كلثوم أروح لمين، وكتب لعبد الوهاب محمد عبد الوهاب أنا والعذاب وهواك. يعني الآن من عين على رأس اتحاد إذاعة وتلفزيون هو ضابط، وسياسة الضباط أو العسكر طاعة الأمر وليس حرية. أعتقد أنه مكلف بتوجيهات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يمتلك في التدخل في المواد الإعلامية، بدليل أن هناك حرية واستضافة كما عرض في التقرير التركية، استضافة للإخوان المسلمين التي كانت تسمى المحظورة، استضافة لكل التيارات، استضافة لشباب ائتلاف الثورة. فهذا الرجل أعتقد أنه إدارة لكشف الفساد، هو يريد أن يصير انضباط في مبنى غير منضبط. مبنى الإذاعة والتلفزيون كان يضم 37,000 موظف. نعم أستاذ محمد. أي أكبر قناة في العالم لا تضم هذا الرقم. نعم. فهو يريد أن يكشف عن حجم الفساد ويطهر المبنى. أما التدخل الفني أو التوجيهات فأعتقد، وقد دخلت هذا المبنى كمحلل سياسي ورأيت أنهم لا يتدخلون إطلاقا في أي مواد. إذن هي خطوة لضبط إيقاع العمل في الفترة لضبط إيقاع العمل في هذه الفترة. نعم. شكرا جزيلا لك محمد. لكن ما أريد التأكيد عليه. باختصار لو سمحت. نعم، هذا باختصار قصير، أن على الإعلاميين المصريين أن يراعوا ضميرهم والقسم الذي أقسموا عليه لخدمة المهنة أولا. كم نسبتهم هؤلاء في مصر أستاذ محمد؟ أعتقد أن الأحداث أثبتت أن هناك إعلاميون كان التعتيم عليهم كبيرا سيظهرون، وهناك نسبة نظيفة، وهناك إعلاميون شرفاء سيظهرون في هذه المرحلة بعد التطهير من الإعلاميين. نعم، شكرا لك محمد ثروت، رئيس قسم الشؤون الخارجية لصحيفة اليوم السابع، كنت معنا من القاهرة.